يجب علينا أن نتحرى الحلال وأن نأكل الحلال وأن نشرب الحلال. فهناك قصة أبا حنيفة. أبو حنيفة النعمان الإمام الذي له مذهبه، أبوه قصة أبوه كان ثابت، كان ماشي في الطريق في إحدى الطرق يعني في ذات يوم من الأيام، وكان جائعا، فمر بجوار مزرعة، مشي كده لقي مزرعة وفيها ثمر تفاح وقع على الأرض في الشارع جنب السور، فمر بمزرعة ووجد تفاحة ملقاة على الطريق، تفاحة وقع من الشجرة وقع على الطريق، وكان هو جعان، فأخذ التفاحة ومسحها ثم أكلها. خد التفاحة ومسحها وراح واكلها، وهو بياكلها افتكر وقال التفاحة دي مش ملكي، ما جبتهاش بفلوسي. اسمع، قال لك التفاحة مش ملكي، ما جبتهاش بفلوسي. نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس يأكلون أموال بعضهم، والله عز وجل قال ولا تأكلوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فبعد ما خد التفاحة وكلها قال إن التفاحة دي أصلا مش بتاعتي، ما اشتريتهاش بفلوسي. فذهب إلى حارس المزرعة، جاء عند الحارس وخبط الباب، ففتح الحارس الباب فقال ثابت لمن هذه المزرعة؟ مين اللي مالك المزرعة دي؟ قال هو فلان الفلاني. قال دلني على بيته لكي أستأذن منه أني أخذت تفاحة من غير إذنه، إني أخذت تفاحة من غير إذنه. فدله فقال هو فلان الفلاني وجالس في الحتة الفلانية وتروح وتجيبه مش عارف إيه. فأخذ الحارس ودله على البيت. أما أول ما وصل طرق الباب وفتح له وقال السلام عليكم، وقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت؟ قال أنا فلان الفلاني وأستأذنك في تفاحة، كنت جائعا ووجدت تفاحة من مزرعتك على الطريق في الشارع، فأستأذنك أن تسامحني. فبصوا كده قال أنا مش هسامحك. يا أخي اتق الله، أشتغل عندك بثمن التفاحة، طب أجيب لك غيرها يا عم، طب أديك ثمنها، قول لي أي حاجة ولكن سامحني. قال لن أسامحك، ويوم القيامة سأأتي وأسألك أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه التفاحة. سبحان الله، ناس يعرفون يوم القيامة حق. فقال أأتي يوم القيامة وسأسألك عنها أمام الله عز وجل، يعني تقول لها هنفذها لك بس أنت تسامحني. قال له خلاص هسامحك ولكن بشرط واحد. قال أشرط اللي أنت عايزه، قول يا سيدي بس سامحني. قال أن تتزوج ابنتي. أتزوج ابنتك يا سيدي؟ يعني لو على التفاحة فعشان كلت تفاحة اتجوز بنتك يا عم ماشي اتجوزها. قال له ولكن ابنتي لها عيوب. قال وما عيوبها؟ اسمع. قال وما عيوبها؟ قال هي عمياء لا ترى، صماء لا تسمع، خرساء لا تتكلم، كسيحة لا تتحرك، كاملة عمية وصنجة وكمان كسيحة وما بتتكلمش، يلا خالص. فقال له لا حول ولا قوة إلا بالله. فوافق ثابت أبا حنيفة، وافق على هذا مع كل هذه العيوب، وافق خوفا من الله عز وجل يوم القيامة، وافق خوفا من الله عز وجل أن يسأله عن هذه التفاحة، فوافق ثابت. ولكن قال له ليس عندي بيت ولم أجهز حالي ولست مستعدا هذا اليوم، يعني أعطيني فرصة أستعد، اديني فرصة أستعد ولم دنيتي كده وأظبط حالي. فقال له لا، هو النهاردة إن شاء الله أظبط لك البيت ونجيب الشهود وتدخل عليها النهاردة بإذن الله، تتزوج هذا اليوم. فقال وأنا موافق. فجاء الليل وتمم العرس. فيقول ثابت من باب السنة دخلت عليها من باب السنة، ففتحت الباب
من باب السنة قلت السلام عليكم ورحمة الله، ألقى السلام فسمع من يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورأى من يقف وتمد يده إليه، قال لا إله إلا الله، أنت ابنة الرجل صاحب المزرعة؟ قالت نعم. قال ولكن قال أبوك عنك كذا وكذا وكذا. قالت أنا أعلمك، أنا أقول لك لماذا قال لك أبي عني ذلك. قال أخبريني. قالت إني عمياء لا أرى إلا الحلال، عمياء لا أرى إلا الحلال، وبكماء لا أتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل، وصنجاء لا أسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، وكسيحة لا أذهب من بيتي إلا إلى بيت الله في المسجد أقضي الصلاة ثم أرجع إلى بيتي مرة أخرى، لا أمشي في الحرام. فقال ثابت يعني شوف بعد كل هذه المواصفات لا تسمع إلا الحلال ولا ترى إلا الحلال ولا تتحرك إلا بالحلال، بعد كل ذلك يقول ثابت فوالله ما وجدت في هذه الليلة إلا كوبا من اللبن، ما وجدت إلا كوبا من اللبن فسخنته وشربت منه وشربت أنا منه ودخلت بها، فأكرمنا الله ورزقنا بأبي حنيفة الإمام الذي ندرسه في مذاهبنا الأربعة وهو أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا نتحرى الحلال في كل أمورنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد